السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم كل جماعتنا وكل متابعين القناة وكل البيكرية في كل حتة في العالم وكل اللي بيتابعونا. النهاردة هنعمل حاجة طلبت مننا كتير وهي غسيل البايك بتاعي بقالي كتير ما غسلتوش. هنحاول نحوله من الشكل ده الى الشكل ده. هنستخدم ايه النهارده في الغسله دي؟ هنستخدم حاجات بسيطه جدا على اعتماد ان انت ما عندكش مكان زي حوش او حاجه، فالموضوع كله هيكلف 3 لتر ميه. الموضوع كله هيكلف ادوات بسيطه خالص. الموضوع كله هياخد نص ساعه. حتى لو انت عندك شغل وبترجع تعبان هتقدر تعمل الموضوع ده بسهوله ويبقى بسيط يعني. فالمهم النهارده هنستخدم كام حاجه موجوده، حاجات بسيطه خالص. اول حاجه سبراي في ميه بصابون عادي، سبراي خالص. تاني حاجه هنجيب المضخه اللي هي زي بتاعه الزرع دي. تالت حاجه هنجيب الاسبونجايه اللي بيعملوا بيها العربيات. الاسبونجه دي بتحط فيها صابون وكده. ويا ريت لو تجيب فرشتين، فرشه كبيره فرشه صغيره كده، دول بيساعدوا يعني في الاماكن ايه الضيقه. بعد كده عندك ملمع كاوتشات عايز تجيبه على ذوقك، عايز تجيب بولش، كل ده تحت تصرفك، ولكن الجزء الاساسي اللي احنا هنتكلم عليه النهارده. فدي الحاجات البسيطه اللي احنا هنستخدمها، وخلينا نبدا ازاي نغسل الموتوسيكل عشان نكون مع بعض. طيب اول حاجه لازم تلبس جوانتي علشان ما تتعورش، عشان ما يحصلكش اي اضرار. طيب فكره الغسيل بشكل عام عشان تعملها بشكل صحيح، علشان ما تبوظش الموتوسيكل بتاعك، انت محتاج ايه؟ اول حاجه هنستخدم الرشاش ده. طيب هتستخدمه نعمل بيه ايه؟ اول خطوه وهي ان انت تزيل بعض الاتربه على قد ما تقدر من على البايك. ليه؟ علشان واحنا بنصنفر او بنعمل صابون وما ندعكش على اي اتربه، فهي تسبب مشاكل يعني زي صنفره يعني. فخلينا في الاول نبتدي ان احنا نرش ميه على البايك زي ما انتم شايفين علشان نوسع الاتربه. طبعا بايدك بتحاول توسع الاماكن اللي مش حاده، عشان الاماكن الحاده دي اللي هنعملها بالفرش اللي احنا جبناها قبل شويه. فمثلا هنستخدم الفرشه الكبيره دي عشان نعمل المكان بتاع الفرامل ده، عشان تقدر ان انت توصل له بشكل كويس. في نفس الوقت تعمل اماكن اللي زي هنا. عموما يعني دي اول خطوه ان انت هتعملها. هخلص الخطوه دي وهرجع لكم عشان نشوف الخطوه الثانيه. طيب تاني خطوه ان انت هتجيب ده وترشه على الاسبونجه دي، بس تبلها ببعض الميه ببعض الصابون. الاسبونجه دي حلاوتها ان هي بتكتر الصابون بتاعك وتعمل رغوه، وتكون لطيفه على الدهان بتاع الموتوسيكل بتاعك، فبالتالي تبقى ظريفه جدا. فحاول انت تجيب واحده من دي، رخيصه اصلا بسعرها 20 جنيه ولا حاجه، ولكن بتفرق جدا. بس تبتدي بس توزع الصابون ده على البايك كله وتدعك. طبعا الخطوه الاولى بتعتمد طويله ولا مش طويله حسب كميه الطينه اللي عندك، ولكن هي بالفرش كلها هتخف. برضه ما تنساش ان انت تستخدم الفرشه دي انك تعمل صابون على الاماكن الصعبه عشان برضه تكون نظيفه.
طيب المرحله الثالثه ان انت تزيل طبعا الصابون اللي على البايك ده كله، بعد كده تبتدي تنشف بالمايكرو فايبر. هنبتدي ان احنا نزيل الصابون. طيب الخطوة الأخيرة وهي إنك تحاول تنشف البايك بالفوط المايكرو فايبر. طيب المايكرو فايبر ده حلاوته إن هو بياخد الأتربة اللي باقية من نظافة البايك ويخليها جوه القماش أو الشعر، فمش بيخلي الأتربة اللي موجودة تأثر على البايك. كمان الفوط المايكرو فايبر بتاخد اراوند 2 لتر مية تقدر تمتصهم، فحتى مهما كان إيه الأتربة اللي على البايك هيقدر إن هو، أو المية اللي على البايك هيقدر إن هو يمتصها، ما يبقاش إيه بيلعبك او بيعمل طينه يعني زي ما الناس واخده بالها. طيب المرحله بقى بتاعه التلميع خلاص غسلنا ونشفنا. في مرحله بتاعه البوليشنج، ان انا بستخدم بولش زي ده عشان تحاول تنظف التانك الاماكن اللي فيها دهانات يعني. بوزع بس البولش كده. طبعا احنا بنعمل مرحله البولش دي عقبال ما البايك بتاعي ينشف خالص، عشان الكاوتش بتاعي لما احط عليه الملمع ما يكونش ملمع يتحط على بعض الميه، عشان هيخفف الملمع وهيخلي شكل البايك مش كويس. فتحاول الاول تعمل بولش او تسيبه ينشف. لو مش عايز تعمل بولش للبايك بتاعك تسيبه ينشف علشان الملمع بتاع الكاوتش يتنفذ بشكل كويس، فحاول تخلي بالك من النقطه دي. طيب البولش ده عباره عن بولش بتقدر توزعه كده وتسيبه شويه. فكرته بس ان هو بينشف بينشف الجير او الحاجات اللي اترسبت على البايك، خصوصا التانك، الحاجات زي دي. بعد ما تسيبه شويه هو بينشف ويبقى سهل ان هو يتشال. بتشيله بقى فوطه ناشفه فبيرجع التانك بيلمع يعني زي زمان. كمان ده بيعمل ايه بقى؟ بيشيل الوساخه اللي في الخدوش. دايما الخدوش ده بيبقى عامل زي حفره، فبتعبي ايه وساخه، فده اللي بيخلي الخدش يبان. انما انت لما تعمل البولش بينظف الخدش، فبالتالي بتحس ان البايك بقى ما فيهوش خدوش. طيب بعد ما تسيب البولش ينشف شويه هتمسحه عشان تبتدي بقى في المرحله الثانيه، وهي ان انت تلمع الكاوتش او الاماكن الفايبر اللي في الموتوسيكل. طبعا والله يمكن انت لو ما لاحظتش الفرق، الناس فعلا هتحس الفرق في الموتوسيكل بتاعك خصوصا بعد البولش. مش عارف بس الناس فعلا بتلاحظ الموضوع ده. طيب خلينا نروح للتلميع بتاع الكاوتشات. طيب ده شيء طبعا يرجع لك ان انت تختار اي ملمع انت عايزه، فمش هيكون دعايه يعني ان انا اعمل ملمع معين. ممكن بقى انت تلمع على حسب ما انت عايز، بس اهم حاجه تحاول الملمع يكون على الاطراف بس علشان ما تتزحلقش وانت ماشي، فما تخلوش على كامل الموتوسيكل. طبعا كمان ما تنساش في الاخر تحرك البايك شويه عشان تحط ملمع على اماكن اللي هي ايه لسه ما اتلمعتش. انا كمان من الناس اللي بيحبوا يلمعوا الكرسي، فشيئا ما هلمع الكرسي. طبعا الشنط لو عندك شنط فايبر تحتاج برضو ان انت تلمعها عشان تكمل الشكل. الله ينور الله ينور الله ينور. اهم حاجه في الغسله ان هي اتعملت بامان بس. طيب ايه الفوائد اللي احنا هنستفيدها من ان انت تغسل كده؟ اول حاجه لما بتغسل عند المغاسل بتروح للمغسله والبايك بيبقى سخن، فغلط جدا انك تغسل الموتوسيكل والبايك سخن. الميه اللي احنا بنرشها دي حتى لو البايك دافي شويه بتبقى عامله زي ميه المطر، ما بيبقاش فيها يعني ضغط جامد. تاني حاجه ان دايما بره في المغاسل مش بيغسلوا بالكواليتي بتاعت ان هي يعملوا لك مايكرو فايبر وكده، بيغسلوا على الاتربه، والتراب ده طبعا بيبقى عامل زي صنفره على البايك. كمان الموضوع المسدس العالي ده لما بيجي على البايك بيعمل خسائر كتير جدا، خصوصا في المكان ده. اماكن الكتل دي لما بيجي عليها الضغط العالي بيدخل جوه، الكتل دي مكلفه جدا، خصوصا كمان لو انت كمان معاك سكوتر. الاجهزه بتاعت الالكتروني باينه تحت الكرسي، كل ده بيبتدي يبوظ من الضغط العالي.
هنا يمكن انت بتعتني ان البايك بتاعك ما بتاخدش وقت، حسب طبعا انت بتنضفه كل قد ايه هياخد معاك الوقت. البايك النهارده كان من اسوأ حاجه وصلت لها في حياتي. انا كنت مخزن كل ده عشان الفيديو ده، فاخدت فيه اراوند 45 دقيقه. طبعا من المغرب، قرب المغرب، رحت صليت وجيت كملت. طبعا تاخد 45 دقيقه، ممكن تقعد لساعه حسب انت هتعمل بولش، هتعمل تلميع، هتعتني بيه قد ايه، كل حاجه انت وذوقك. ولكن هتوصل لمرحله ان البايك انت بتغسله بايدك، فعارف ان انت مش هتبوظ حاجه. كل ده بيخليك احسن على الموتوسيكل، واحسن لفلوسك، واحسن لكل حاجه. اتمنى الفيديو ده يكون عجبكم وافادكم. لو عجبك او فاتك معلش اعمل لنا سبسكرايب، لايك للفيديو، وتابع الفيديوهات الجايه ان شاء الله. ممكن تدعم الفيديو ده بفيديو عملناه سابقا، هو تنظيف الجنزير، هتلاقيه فيه فلوجات صيانات. لو عندك اي كومنت اسالنا هنا هنجاوبك عليه بسرعه. متنساش تعمل زي ما قلت لك لايك وسبسكرايب والكلام الحلو ده كله. تستنى الفيديوهات اللي جايه. اي حاجه نفسك نعمل لها عليها فيديو اكتبها تحت في الديسكريبشن. وخلينا نولع البايك عشان نتاكد ان الغسله ما بوظتوش. يا مسهل. اشاره. هلا. السلام عليكم.